قوم القائم، كف عن هذه القراءة حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرئ كتاب الله على حده، يعني على حقيقته. ثم أخرج المصحف الذي كتبه علي أبو عبد الله، وقال أخرجه عليه السلام علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم للصحابة هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله على محمد، أو كما أنزله الله على محمد وآله صلى الله عليه وسلم، قد جمعته بين اللوحين. فقالوا الصحابة هو ذا عندنا جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه. فقال علي رضي الله عنه وارضاه أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه. فدلت هذه في أصول الرواية موثقة من كتاب أنت قلت ذكرته. نفسر بقى ونبسط المسألة للسادة المشاهدين. أشار قضية مهمة، أن على الشيعة قال لهم جعفر الصادق كما في روايتهم نرى الكذب. عايزين نبسطها شيخ حد. أيوة. قال لهم الآن أنتم تقرؤون بالمصحف الذي يقرأه أهل السنة بحروف مش موجودة. أيوة. وانتظر، لا تقرأ بهذه، انتظر حتى يخرج القائم، يعني المهدي اللي في السرداب، وهو الذي سيشيع ذاك القرآن. هيطلعه، هيجيبه معاه. هذا أريد منه تسجله، نريد جواب. لم يوجد الأستاذ المكرم عن الكتب التي ألفت في تحريف القرآن والكتب الأخرى التي دعت إلى كتاب تحريف القرآن. خذ مثال، الصدوق إمام عظيم عنده، الكليني أعظم وأعظم، المجلسي، الكاشاني، الكشي، هؤلاء الأئمة كلهم أقروا بتحريف القرآن. وأنا سأسرد بدون قراءة للنصوص، يعني لا. المصدر موثق. في عندي هناك يقولون يعني أنا أرى الصادق يقر بمصحف فاطمة. هل هناك مصحف يسمى مصحف فاطمة؟ أبدا، هذا النصوص عندهم. يعني نقرأ هذا، يعني هل هناك قرآن يسمى قرآن فاطمة؟ أيوة. فاطمة؟ أنا أرى في اللابتوب. نعم فضل. هم يوم عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ألف علم عليا عليه السلام 1000 باب من العلم يفتح منه 1000 باب. فقال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وما يدريك وإن عندنا الجامعة. قال وما يدريك ما الجامعة؟ لا، في نصف دقيقة بعد إذن حضرتك قال من غير مقاطعة. هل هناك آيات أضيفت أو حذفت؟ سنقولها طبعا، يذكرها بس الآن الوقت ما بيسامح، ما بيساعد. لا 15 دقيقة ثانية سامحنا بها. نرجع إلى الأستاذ محمود. هناك كما هو وارد أمامي مصحف فاطمة. يعني حضرتك بعد إذنك أستاذ محمود، بعد إذن حضرتك، أنت ذكرت أن ليس هناك تحريف. فضيلة الشيخ عدنان في آخر رواية لي الإمام الصادق قال أن هناك مصحف فاطمة. يعني أرى يعني مصحف فاطمة طرحه في نهاية حديثه، لكن هناك كلام الشيخ قال تكلم عن الكليني وهو إمام عظيم وله كتاب عظيم. ونحن نقر بهذا الكتاب، واخد بال حضرتك، لكن هذا الكتاب للكليني وهو كتاب حديث ليس كالبخاري بمعنى، وكنت أحب أن يقول الشيخ ذلك وكونه لا يعرف كان عليه أن يسأل ذلك. أهل السنة المحترمون يقرون أن كتاب البخاري من أول حديث إلى نهاية الأحاديث هو كتاب صحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله. أما الإخوة الشيعة لا يقرون بأن هناك كتاب كله صحيح بعد كتاب الله تعالى. والروايات التي أوردها الشيخ روايات يعني البخاري يؤخذ من كلامه ويرد، الكليني يؤخذ من كلامه ويرد. أما البخاري عند أهل السنة فكلامه مثل القرآن، وهم يقولون ذلك. أما لدى الشيعة ليس هناك. أخلص أستاذ محمد عشان الفكرة تبقى واضحة.
ما قرأه الشيخ في القراءة التي قرأ بها ونهاه عنها أبو عبد الله كلام حديث، لكنه لم يأتي بالنص القرائي أو القرآني. طيب أنا أحيلك على أمر مهم جدا في مفهوم الشيعة للحديث. مفهوم الشيعة للحديث يعني كيف يكون مفهوم الشيعة للحديث؟ مفهوم الشيعة للحديث يتمثل في الآتي: أنه كل كلام لا يتمثل مع كتاب الله تعالى فهو رد، فالذي جاء به هو أولى به. هذا حديث في الكليني. نحن نقول أن كتب الأحاديث الأربعة الصحاح والمعترف بها لدى الشيعة ليست كتاب صحيحة بالكلية وليست مكذوبة بالكلية، فكل حديث لا يتناسب مع كتاب الله تعالى فهو مردود على صاحبه. هذه واحدة. اثنين، هناك علم آخر اسمه علم الدراية، يناقش الرواية ويناقش الحديث الذي فيها وهل يتوافق أم لا، وهناك علم السند يناقش الرجال، وهناك كتب كثيرة على رجال الكيشي والكليني. واخد بال حضرتك؟ الشيخ هذا الكلام الذي يقوله الشيخ نرد عليه تماما ونقول هذه الروايات كل رواية وردت بأن القرآن فيه زيادة أو نقص، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي دون أن يجمع هذا القرآن، نحن لا نقر بذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الكتاب مجموعا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب مجموعا، لم يجمعه أبو بكر ولم يجمعه عمر ولم يجمعه عثمان ولم يجمعه أي أحد. الإمام علي جمع القرآن على ترتيب التنزيل، فوضح فيها مشي كأي كتاب تفسير، وضح فيها مشي آيات التنزيل أهي مكية أم مدنية، نهارية أم ليلية، كانت في سفر أم في إقامة. انقطع الخيط منك يا أستاذ محمود. أنت قلت أي زيادة أو نقص في كتاب الله. هرجع بقى النقطة الأخيرة لمصحف فاطمة. والشيخ يعلم وكل المدونات التي تتحدث عن مصحف فاطمة. كلمة مصحف الأول، هل من أين جاءت كلمة مصحف؟ هل كلمة مصحف موجودة في القرآن في كتاب الله تعالى؟ أم كلمة مصحف هو كل أوراق جمعت بعضها إلى بعض بين دفتين أو صفحتين؟ هذا الكتاب مصحف وهذه الأوراق مصحف وما في أيدي الشيخ مصحف. فمصحف فاطمة كما جاءت في الروايات التي نؤمن بها إماما مطلقا. ويمكن أن تكون مصحف من التصحيف أي التدقيق. نعم، يعني ليست الكتاب فقط. كل أوراق مجموعة وكل أوراق مدققة فهي مصحف وليس مقصود بها قرآن أو كتاب الله. 30 ثانية ثم ننتقل. نعم. تفضل. مصحف فاطمة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حدث جلل، وفاطمة هي أم أبيها ومن تبقى من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. كيف يكون موت أبيها حدث يمر؟ فالله تعالى برأفته ورحمته أنزل جبريل يواسيها بحديث. هذا الحديث جمعه الإمام علي عليه السلام في أوراق ومدونات أصبحت تعرف بأنها مصحف فاطمة. يعني هو قرآن، هناك قرآن آخر غير الذي بين أيدينا يسمى مصحف فاطمة. لا يا أستاذ محمد. نعم تفضل. أنا أستفسر، أنا ليس لي ناقة ولا جمل. عبارة عن مراسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليست قرآنا، ليست قرآنا، تعازي. نعم. تفضل. وتهدئة للنفس وتطيب، وليس هو كتاب 15 ثانية للشيخ عدنان منك المرة اللي فاتت. وليس هو كتاب يتلى ويتعبد به. نعم تفضل الشيخ عدنان. مصحف فاطمة ليس قرآنا وليس مصحفا بالمعنى المصاحف المطبوعة بين أيدينا، ليس كتابا يقرأ للتعبد به. نعم تفضل. سؤال مختصر مفيد. تفضل. قال أن الذي يعتقد أن هذه الروايات ضعيفة وغير صحيحة موضوعة. مردودة وموضوعة. ممتاز. هي مردودة عنده جزاه الله خيرا. يا ترى لو كانت هناك رواية تمس الإمام علي من قريب أو بعيد، هل يمكن كان للشيعة أن يريدوها؟ لو كانت رواية تمس فاطمة من قريب أو بعيد، هل كان للشيعة ولدولة إيران أن تطبع هذا الكتاب وتنشره في الآفاق؟ أين هو الكتاب يا مولانا الشيخ؟ أين الكتاب؟ لحظة. أين الكتاب؟ لحظة. هذا كتاب الكافي، الكتاب الكافي الذي تطبعه إيران وغير إيران في لبنان وفي بلاد الدنيا، تركوا
تركوا الروايات التي تطعن في القرآن دون أن يعلقوا عليها كلمة واحدة من زي إيه؟